السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال يا رب. النهارده معانا فيديو يعني ايه لذيذ خفيف كده برضه. عامة الصيف دايما بتبقى الفيديوهات بتاعته لذيذة وخفيفة وجميلة. الأول سمكة القمر بتصبح عليكم وبتنط ايه على الأرض. جننتني يا جماعة، والله معرفتش أروق منها. الأوضة طبعا دي انتوا عارفين ان انا بنام فيها انا ومحمد عشان الجو حر، ودي الأوضة الوحيدة بصوا المروحة فيها. وفي بقى عندنا بره في السقف مروحه، بس طبعا مش هننام في الصاله لان مروحتي بايظه زي ما انتوا عارفين، وزهقت من الحوار ده. فانا بقى ايه قلت اما اروق الاوضه اروقها معاكم كده. احنا بننام على الارض بقى. يعني انا بصراحه يا جماعه انا وابني يعني توأم كده، معرفش انام من غير حضنه. لازم اخده في حضني وانا نايمه. ما بينام على كنبه وعلى كنبه بحس بغربه، ابني مش معايا. إيه، ربنا يحفظه ويحفظه لكم جميعا. دخل في رجله مسمار يا حبيب قلبي، وخد حقنه وكان موال. ادعوا له بقى ربنا يشفيه لي يا رب ويحفظه لي يا رب، ويحفظه لكم ولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. المهم، زي ما انتوا بقى شايفين، انا بقى بلم الشيلات دي من على الارض وبحطها فين، وبحطها على بوديها اماكنها. بقول له تعالى شيل معايا المخده يا محمد. بيساعدني. زي ما انتوا شايفين بقى كده هنرجع الحاجه لاصلها تاني، وهنفرش الكنب تاني، وهنظبط الدنيا تاني. المهم المهم انا بصوا يعني ببقى عارفين، ببقى مجهزه كلام كتير اقوله، باجي قدام الفيديو انا بسجله بحس ان انا بتوه، مش عارفه ليه. باجي بقى ما بندمج معاكم في الكلام الفيديو بيقوم خلصان والله العظيم. شوفوا اقول لاسماء الوقت انزلي ساعديني يا سمكه. عسلتي حياه قلبي. انا بقى خلاص كنت خلصت الاوضه دي يا جماعه. انا بس بظبط الدنيا، بس الدنيا نظيفه يعني. انا ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله عاوزه بقى ايه الم السجاد كله بتاع الشقه. خلاص احنا في الحر وانا غاسله الحاجه. محمد وطي التلفزيون شويه. وانا غاسله الحاجات. وزي ما شايفين السجاد مغسول والدنيا نظيفه، مش محتاجين هده تانية بقى. نسيبه ان شاء الله لدخول الشتاء. هنا بقى بوريكم الاوضه بعد ما خلصت، وبوريكم المروحه، بقول لكم المروحه هي يا جماعه اللي احنا بننام فيها. السمكه حياتي. اللايك يا جماعه، اللايك لو سمحت. اللايك يا جماعه، اللايك وكومنت. القناة القديمة كانت بصوا كانت حياتي. القناة دي مش عارفة واقعة قوي كده ليه. هنا بقى خلصنا اوضة الليفينج، هنخش فين على اوضة النوم. اوضة النوم برضه حالة مش ساق ولا حاجة يعني ايه. هو السرير بس اللي مكركب كده، والعفش ايه مسحته. هنخلص برضه اوضة النوم كده. زي ما انتم شايفين كده انا مسكت الفوطة برضه قعدت امسح العفش كله. خلصنا بقى ايه وهنخلص. بجد مش لاقي كلام اقوله. شوفوا كل فيديو بقعد الك معاكم كتير قوي. هنا خلاص كده بفرش الملاية وبفرش بقى الحاجات بتاعتها. وكده خلصنا وايه. وهوريكم بقى الأوضة بعد ما ايه ما خلصت. شوفوا الأوضة جميلة قوي. نظافة حلوة. شيل السجاد بقى ونعيم عشان الشتا ان شاء الله. هنا بقى اوريكم الأوضة بتاع الأطفال، بقول لكم انا اصلا مروقاها مع نفسي، والصالة كمان مروقاها مع نفسي. السمكة عمالة تلعب معانا اهي. منتشرة اسماء في كل حتة، في كل الشقة هي منتشرة. واحلى حاجة ما حد يدخل حمام هي تقوم قال لي حمام حمام. والله حتى الحمام مش هركنه فيه. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطس من غير طماطم كده، من غير صلصه كده، بحبها قوي كده. طبعا جبت اللحمه وحطها في ميه عشان تفك. وحطيت الميه بتاعت الشوربه كده على بتاعت اللحمه على النار. و... وعندي حله رز بايته. طبعا حله رز بايته دي هنستفاد منها، مش هنفرط في حبات رز منها. عاوزه اقول لكم ان الحله دي بايته مغسوله والله العظيم. لان احنا بنحب الرز بالشعريه قوي، وكمان ابني بيعشقه. فانا بحب اعمله عشان محمد. هنا بقى كانت المية غليت، وحطيت بقى زي ما انتم شايفين فلفل اسمر وحبهان وورق لوري. وحطيت فلفل اخضر
وحطيت بصلة في الشوربة. هنا بقى قشرت البطاطس كلها وايه، وقطعت بقى الطماطمية واحدة بس كده، والفلفل الاخضر وايه، وفلفل ايه، قرن فلفل حامي كده عشان يحمل، شفته، عشان يشطشط الاكله معانا. هنا بقى ايه، بدعك البصله قوي بالتوابل، بحط في التوابل فلفل اسمر، شويه كزبره ناشفه، 7 بهارات و... والملح. وبعد كده بنقلبهم في بعض كويس قوي، ونقوم رايحين ايه حاطينهم كده ايه، بنقلبهم في البطاطس، ونسيبها كده مع بعضها 5 دقايق كده، تاخد ايه من طعم الحاجات دي. بعد كده بقى بقوم حطها على النار، وبقوم رايحه ايه حاطه معاها 3 كبشات شوربه. انا مش عايزه اصلا، انا من الناس اللي مش بحب الاكل فيه صلصته كتير، سواء اللي هو الصلصه او اللي انا هعمله ده، بحب الحاجه متسبكه. هنيجي بقى نعمل ايه، نعمل الرز بالشعريه. عندي بقى هنجيب الحله بتاعتنا، ونحط فيها شويه زيت، ونحط فيها معاها حته سمنه او حته دهنه. دي الدهنه يا جماعه اللي انا مسيحاها، بطبخ بقى كل حاجه بطبخها بيها. نحط بقى معاه ايه شويه شعريه كده، نحط الزيت ونحط الدهنه، ونحط ايه شويه شعريه حلوين كده. عامه الرز بشعريه يا جماعه بيحب الشعريه تبقى كتيره، في ناس ما بيحبوش الشعريه كتيره فيها، بس بجد يعني لما بيكون الشعريه كتيره في الرز ده بيبقى احلى. وتحطوا له بقى شويه ملح كده، حطوا للشعريه شويه ملح كده وانتوا بتحمروها. يا نهار ابيض على الجمال. والاحلى 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 بقى مرقه الدجاج. مرقه الدجاج بتخليها في حته تانية خالص خالص، طعمها قوي. هنا بقى ايه بنقلب الشعريه زي ما انتم شايفين كده. الشعريه بقى اما تحمر يا جماعه، ننزل عليها بايه، بكوبايه ميه، كوبايه كامله، ونسيبها بقى ايه تغلي كده مع نفسها. هنا البطاطس كانت استوت خلاص، بقول لكم هي كده خلاص. الشعريه كده خلاص زي ما انتم شايفين كده استوت اهي. نحط لها بقى كوبايه ميه، ماشي، ونسيبها بقى مع نفسها، ونحط الملح اهو. واعملوا حسابكم ان الرز اللي هو البايت عندكم ده فيه ملح، عشان ما تحدقوش الاكل. خلاص كده زي ما انتم شايفين كان اسمه ايه ده، الشعريه اتشربت معانا فيها شويه ميه صغيرين خالص كده. بنعمل ايه بقى، بننزل فيها الرز كله زي ما انتم شايفين، ونقلبه كله ببعضه بقى، ان كان في حاجه مكتله حاجه مكلكعه، كل ده بيتقلب مع بعضه زي ما انتم شايفين. وحطوها بقى على العين الصغيره خالص، ووطوا خالص، وطوا بقى شمعه كده زي ما بيقولوا. ترديد الرز العادي يا جماعه اهو. حطوا بقى كله كده على عين صغيره. كنت مفكره ان اللحمه خلصت وقفلت عليها، بعد ما قفلت عليها لقيتها لسه ما استوتش، مولعه عليها تاني. اهو زي ما انتم شايفين بقى. هنا بقى جبت فحمه عشان احطها في البطاطس. وانا بقى كنت عايزه احط اللحمه مع البطاطس عشان كله يتفحم مع بعض، لقيت اللحمه لسه ما استوتش، ولعت عليها تاني. الرز خلاص كده، شفت بقى رز قمر، كان خلاص الرز خلاص. هنا بقى ايه اللحمه زي ما انتم شايفين كده، اللحمه اهو ولعت عليها تاني، وبطلعها بقى من الحله علشان ايه، علشان اعمل افحم كله بقى، احط فحمه في كله. بص الصينيه دي كانت هتبقى احلى واحلى كمان لو دخلت الفرن، بس الانبوبه بتاعتي بتشطب وما كانش عندي استبن، فما حطيتهاش في الفرن الصراحه. هنا بس انتم شايفين كده بقى، نحط لها شويه زيت محترمين، ونغطي بقى. بصوا والله العظيم كانت تحفه يا جماعه، كانت تحفه. اي اكل على العموم بيتحط فيه فحم بيبقى قمر 14. انا بحب اي اكل بالفحم. انا بقى بغرف معاكم الاكل. خد شويه يا محمد. محمد ابني قاعد في الصاله معاه التلفزيون، ما اعرفش الصوت ظاهر ولا مش ظاهر. نعم. ما انا قلت لهم يا حبيبي، بيقول لكم ادعوا له بالشفاء. دخل في رجله مسمار يا جماعه والله، راح خد حقن يا حياتي، روح قلبي. المهم يا جماعه هنا زي ما شايفين بقى احنا بنغرف الاكل. بغرف بقى ليا ومحمد، انا ومحمد اللي كنا على فكره.
كل واحد طبق رز كده وحطينا قدامنا. احنا خدنا طبق بطاطس واحد بس على فكرة، والله ما خدناش الطبقين. ماشي، وكل واحد حط كل واحد حتتين لحمة، كل واحد فينا خد حتة بس وحياة ربنا. وخلاص بقى، وانا كنت خلصت، كنا كلنا وروقت المطبخ وغسلت المواعين وعملت كوبايتين شاي وظبطت الدنيا، وقلت بقى نجيب شوية ترمس كده وحبيتين شوكولاتة كده، نقعد نقزقز فيهم واحنا قاعدين. وخلاص الفيديو بتاعنا كان خلص واليوم كان خلص، واتمنى انه يعجبكم، واتمنى ان انا اكون بفيدكم، واتمنى ان تحبوني وتكبروني. يلا تصبحوا على خير.